دار الطالبة بجامعة كلدمان بإقليم تازة نموذج لبنية تحتية تهدف إلى النهوض بتمدرس الفتاة القروية وخصوصا المنحدرة من الفئات المعوزة. هذه المنشأة الممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثمرة برنامج تم إعداده لأكثر من 15 سنة، ويسعى على الخصوص إلى تثمين الجهود الجماعية المبذولة على المستوى الإقليمي لجعل تمدرس الفتاة القروية أولوية في سياق النهوض بنسيج اجتماعي منتج ومؤهل. مؤسسة اللي كتشوفوا التي تعنى بدعم تمدرس الفتاة القروية، وكذلك هذه المؤسسة اللي كتوفر واحد المجموعة الخدمات اللي كتبدا من الاستقبال إلى الإطعام إلى الإيواء إلى المواكبة المدرسية إلى حين التتبع ديال هذه الفتيات ما بعد الحصول على شهادة البكالوريا والتتبع ديالهم في المؤسسات وفي المدارس العليا. وهذا الورش اللي كتشرف عليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كان الثمار ديالها هو بناء هذه المؤسسة هذه اللي كتقدم واحد الدعم كبير للفتاة القروية، ولولا تواجد هذه المؤسسة لما تابعت الفتاة القروية دراستها على المستوى المحلي. وإلى جانب المهام التي تقوم بها دار الطالبة يتم توفير أنشطة موازية تهم المجال الرياضي والترفيهي والثقافي وفق نهج يجعل من هذه البنية التحتية فضاء للعيش الكريم والاستقبال والإيواء. جيت من دوار بالشيين وكنشكر هذه المؤسسة اللي عاونتنا وما خلاتناش نقاطعوا الدراسة ديالنا. هذه المؤسسة هي اللي خلاتنا نكملوا الدراسة ديالنا وما شاء الله الناس ديالها كيتعاملوا معنا مزيان وكيتهلاو فينا. وتواصل هذه المنشأة الاجتماعية تقديم الدعم لفائدة النزيلات المتحمسات للتعلم وتمكينهن من متابعة دراستهن وبناء مسار شخصي يعود بالنفع عليهن وعلى وسطهن العائلي والاجتماعي.